عساكم بخير اخواني. شفت وصفتين الشوكليت والكراميل دول وقلت ايه لازم اجرب. كل شيء ممكن تستخدموه هذا صوص الشوكولا، فلا تدورون ولا تتعبون، اسهل واطيب من هذا صوص الشوكولا ما راح تلقون. طيب يلا. سويت لكم بطريقة كل سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية، فانصحكم تجربوه لان صدق يستحق التجربة. قولي المكونات وان شاء الله الاقيها عندك. بالاول راح نحتاج 3 اكواب من الحليب السائل. نضيف على الحليب كوب ونص من الشوكولا طبعا برشتها سابقا، وملعقة كبيرة من الزبدة، وملعقة كبيرة فانيلا سائلة أو بودر. هسه نرفعهم على نار هادئة مع التحريك المستمر منا لما ما تتجانس كل المكونات. والسر هنا راح نحتاج كوب ونص من البسكت. بسكت. بعد ما جانست كل المكونات وصار بهذا القوام نتركه لمدة دقيقتين ومن بعدها نرفعه من على النار. ريحته خطيرة. إذا حابين القوام يكون أنعم من هيك ممكن نخلطه بالبلندر. ما تتخيلون طعمه ايش قد طيب صار، فأنصحكم تجربون هاي الطريقة لأن صدق تستاهل وبالعافية. حلو الكلام ده. ويلا نجرب وصفة أداء. السلام عليكم. عملت لكم صوص الكراميل، اقسم بالله رهيب. نبتدي ان احنا نكرمل كوبايه سكر على نار متوسطه لعاليه. نحط كوبايه السكر، ما تلمسوش اي حاجه، سيبوها كده. في اللحظه دي نقدر نقلب بقى. اول ما السكر كله يدوب ننزل ب 85 جرام زبده بتقطعها مكعبات صغيره. كده كده هتسيح ما تقلقوش. حد يجي يسلكم يا جدعان. حط 120 مللي كريمه حلويات. كريمة حلويات؟ أنا مفهمهم إن كل حاجة بنحط لها لبن عادي. عايز اقول لكم ريحته رهيبه، قلبوه كويس جدا. هننجح ولا إيه؟ اول ما كله يتقلب كده اقفلوا النار ونحط رشه الملح. نجحنا يا جدعان. رشة الملح دي عشان يبقى مملح، يبقى مش سكر قوي يعني. اول ما الصوص يتقل ويبقى قوامه كده تقدروا تفضوه في اي حاجه. كنت حاسس إنها هتفشل بس الحمد لله. مش عارف يعني هفضل أقلب لحد إمتى. حاسس إن أنا المفروض أقعد أقلب كده 3 أيام ولا حاجة. خلاص خلصنا. إيه السهولة دي بجد؟ والسلام عليكم.